ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهارده برياني بالفراخ بطريقة سهلة جدا وطعم مميز جدا جدا. الجو بقى حر مبقاش الواحد عايز يعمل طبيخ وعايز تقفي كده في المطبخ 10 دقايق وتكوني طالعة. وزي ما قلتلك وصفة كده كاملة متكاملة، طعمها حلو قوي، ريحتها تحفة. مش هتبطلي تعمليها اصلا من جمالها. عايزه اقولك ان الفراخ متبله تتبيل غير الرز، يعني طعم الفراخ كده مميز غير طعم الرز الجميل المفلفل اللي شكله حلو ده. ويلا كده نبدا ونقول بسم الله. ومعايا بقى كده صدر الفرخه، مسكته قطعته مكعبات 250 جرام، ده الصدر الفرخه. معايا نص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من توم بودره، نص معلقه من البصل بودره. هحط له بقى ربع معلقه من التوابل المشكله، وهحط له رشه كده من جوز الطيب، رشه كده بسيطه، لو انت مش عايزاها مفيش مشكله شيليها خالص. وهحط له بقى كمان نص ليمونه كده، بردك بيخلي كده الانسجه بتاعه الفراخ كده طريه ويديه طعم مميز. وهحط له رشه كده، رشه بس بسيطه من القرفه. واقلب بقى كل ده كده مع بعضه كويس جدا لحد ما كل حته من الفراخ تكون متبله وماسك كده عليها التوابل زي ما انت شايفه كده. هسيبها لمده 10 دقايق قبل ما اجهز الحاجات التانية. معايا كده بصلايه كبيره مسكتها وبشرتها، معايا حبايه طماطم مسكتها فرغت منها الميه وقطعتها مكعبات، ومعايا جزرايه كبيره. لو عايزه ما بتحبيش الجزر قوي حطي جزرايه صغيره، بس الصراحه بتفرق قوي في طعمها. ومعايا كده بقى حله، واحط فيها شويه من الزيت، توصي شويه بالزيت لان انا كمان هنشوح فيها الفراخ. واحط بقى مكعبين كده من الزبده، لو عندك سمنه حطي. الحله معايا سخنه جدا، الزبده ساحت. هبدا بقى انزل بالفراخ. وبأكد تاني على المعلومة، الحلة تكون سخنة جدا جدا عشان خاطر انا مش عايزة الفراخ تنزل ميتها، وفي نفس الوقت عايزة الفراخ كده اول ما تنزل تاخد صدمة فتتشمع، والعصارة اللي جواها تفضل موجودة. يعني تلاقيها كده من بره مقرمشة كده، بس اللي من جوه كده طرية فيها وجوسي زي ما انتوا شفتوا كده اتشوحت. وهنزل بقى بالتوابل الحصى. معايا بقى كده عود قرفة، معايا لومي، حطيت حبهان، حطيت قرنفل، هحط بقى ورق لورا. هبدأ بقى اشوح كل التوابل دي كده مع بعضها مع الفراخ، تنزل ريحتها والزيوت اللي فيها. وزي ما انتوا شفتوا كده بصراحة بتفرق قوي في طعم الحاجة لما بتشوحي التوابل الحصى. هنزل بقى كده بالبصلة، هشوحها كده معاها برضه. اهم حاجه في الوصفه دي لازم تكون الحله سخنه جدا. زي ما انت شفت كده بتعمل الحاجه بسرعه ومش عايزه اي حاجه تنزل ميتها، تكون البصله بس دبلت وبقت لونها شفاف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بالجزرايه في الخطوه دي، اول ما اشوف البصله لونها شفاف انزل بقى بالجزر. وانزل بقى معايا كده نص معلقه من الكركم، ومعايا معلقه كبيره من التوابل البرياني او معلقتين صغيرين من التوابل البرياني. بتديها طعم حلو قوي. ما تقوليش التوابل كتير، لا مش باين خالص في الوصفه. هقلب بقى كده كل ده كده مع بعضه، يا دوبك بردك ياخد تشويحه. انا محطتش التوابل البودره من البدايه عشان خاطر مش عايزاها تتحرق او تتلسوع، فانا عايزاها تحافظ بردك على طعمها وتفضل طعمها موجود فيها. هنزل بقى بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات ومش شايلين منها الميه خالص، ودي مهمة قوي فيها. نقلب بقى كده كل ده كده مع بعض. وانزل بقى معايا واحدة بمرق دجاج، لو انتي مش هتحطي شوربة او مرقة حطي 2. معايا بقى كده هبدأ احيي، احط معلقة وربع من الملح. الملح بردك ده على حسب ذوقك، بس هو ملحه كان مظبوط جدا. هحطي معلقة ويبقى دوقي. هنقلب بقى كل ده كده كده المكونات كده مع بعض الملح. ومعايا بقى كده الرز، ده نص كيلو من الرز، مسكته غسلته ونقعته لمدة نص ساعة، وهقولك ليه نقعته متصفي طبعا. نزلت بقى بيه، وهنزل بيه بقرن كده فلفل. بيفرق قوي في طعمه وبيديها طعم حلو قوي. انا مش فتحته يعني. لو انت عايزه يبقى ليه طعم حرقان كده الرز، ابدأي غرزيه كده بالشوكه او بالسكينه، هيبدأ يطلع الحرقان كده، سنه حرقان من جواه. بس انا بصراحه ما طلعتوش عشان عندي اطفال وكده. احط بقى رشه كده من الزعفران البودر. اشتريه من عند العطار، حطي بس رشه بسيطه لان هو كده كده اصلا الرز فيه كركم، فهيدي برضك لون حلو. بس بصراحه الزعفران بودر بيدي لون طعم، بيدي لون مميز جدا. معايا بقى كده الحله طبعا سخنه، ومعايا الشوربه سخنه جدا وبتغلي، وده مهم جدا. لو انت هتحطي ميه او شوربه لازم يكونوا سخنين جدا. زي ما انت شفتي كده اول ما نزلنا بالشوربه عملت كده ايه، بقللت على طول. معيار بقى الرز ده طالما نقعتيه هتنقصي نص كوبايه من كل كوبايه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هحط كوبايه رز بسمتي قدامها كوبايه ونص رز، كوبايه ونص ميه. ده لو في حاله انا نقعت. طب انا ما نقعتوش وغسلته على طول، هحط كوبايه من الميه، كوبايه من الرز عليهم كوبايتين من الميه. اول ما يبدا يتشرب وشفتي الرز كده ابداي يوطي خالص، وخلاص بعد ما يستوي بعد بالظبط ربع ساعه هيبقى معاكي بالشكل الجميل ده.
وطعمه مش قادرة اقولك والله العظيم، كل اللي هيجرب الوصفة دي او طعم الرز ده بجد مميز خالص عن الرز البسمتي وعن اي رز انتي هتاكليه، طعم تحفة.